أعمال رمضان كثيرة، لكن للأسف هناك قطاع طرق لرمضان. هناك شياطين إنس، مو بس شياطين جن، من الآن يتجهزون علشان أول رمضان، من أول يوم يفسدون عليك شهر رمضان. أكون صريح، بعض منتجي المسلسلات تركوا 11 شهرا ما جوا إلا على شهر رمضان، يبون يخربونه، يبون يفسدونه. خافوا الله في المسلمين. يعني تركتوا 11 شهرا، جئتوا رمضان بثيتوا فيه كل سمومكم، ويا ليت مسلسلات زينة ونافعة وتاريخية ومفيدة وإسلامية عشان في احترام للشهر على الأقل. لا، ما يأتون إلا بأقذر المسلسلات ويبثونها في رمضان. شنو فيها من خيانات، شنو فيها من معاكسات، شنو فيها من كلام وسخ، شنو فيها من لبس قذر، شنو فيها من حركات فاحشة. هذا اللي يعرفون شهر رمضان. هذا المنتج اللي سوى المسلسل. ترى للأسف أغلبهم تلقاهم مو مسلمين أو ما يعرفون الإسلام. وبعض هذيل أنا يعني سمعت عن 24 ساعة أصلا هو سكران، ما يدري عن رمضان ولا غير رمضان، هو أصلا مستأنف في شيء اسمه رمضان. وبعض الممثلين ما هم إلا الفلوس. يا أخي اتق الله. وبعض الممثلات يعني بملابس فاضحة وبكلام قذر. اتق الله، هذا رمضان. يعني تحاربون رب العالمين حتى في رمضان. وين يا باغي الشر أقصر؟ يعني ينادي المنادي في رمضان يا باغي الشر أقصر، يعني اتق الله في رمضان. وشوفوا المسلسلات ودعاياتها وإعلاناتها وإغراءاتها. وبعض الناس شوفوا جدوله برمضان، بدل ما يقول أنا بيقرأ جزء الظهر جزء العصر وبالليل بصلي تراويح وبعدين بروح أصل أرحامي وبعدين لا، عندي مسلسل الظهر ومسلسلين العصر ومسلسل بعد الفطور ومسلسل بعد التراويح ومسلسل الفجر. هذا رمضان يا جماعة، خلونا نحترم هذا الشهر. أما في رمضان مسلسلات تركية، أنا آسف أقول أن المسلسلات الخليجية وسبقت التركية وغيرها بالفحش، بعضها طبعا بالبذاءة، بالقذارة، بالكلام الساقط. ما أدري شلون بعض أصحاب القنوات يسمحون لهم. جماعة ما تصومون؟ المشاهد يبي كذي بس، هذا همكم؟ الناس تبي كذي؟ وطيب رب العالمين، أنت في رمضان ترى الجنة مفتوحة، النار مغلقة، شياطين مصفدة. شلون تسمح لنفسك تفسد على المسلمين صيامهم؟ ترى أنت قاعد تحاد رب العالمين. أنا رب أسرة أقدر أتحكم، أنا لا تقولون والله عيالنا راح يزعلون إذا ما خليناهم يطلعون المسلسلات. نصيحة أول أسبوع وخروهم عنها، ترى بعدين ما حد يبي خلاص.